أهلا بحضراتكم في يوم جديد من أيامنا في اسكندرية. النهاردة موجودين على كورنيش اسكندرية. من أكتر من سنة كنا ماشيين هنا مع بعض، وقلت لحضراتكم إن في كوبري هيتم تنفيذه إن شاء الله أثناء أعمال توسعة كورنيش اسكندرية. الكوبري ده اسمه كوبري إيه؟ قلنا كوبري محمد نجيب. ولما قلت طبعا كده من سنة تقريبا، الناس كلها قالت لي يا عم كباري إيه؟ وإحنا ناقصين كباري؟ لحد ما بالفعل عدى سنة والفيديو موجود عندي على القناة الحمد لله. طبعا كل حاجة بنوثقها صوت وصورة. خليني بس اقول لحضراتكم اللي على ايدينا الشمال دلوقتي ده الطريق الجديد او الطريق اللي تم توسعته. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هقول لحضراتكم الطريق الجديد العربيات بالفعل ماشية عليه، وانا دلوقتي ماشي على طريق الكورنيش او الطريق القديم اللي كان موجود معانا قبل كده. خليني اقول لحضراتكم في المنتصف في المسافة دي هنبدأ نشوف دلوقتي بداية ظهور كوبري محمد نجيب. أيوة، مع التوسعة اللي قدام حضرتك. فين بقى بداية الكوبري؟ بداية الكوبري باينة قدامنا أهو. ده نفق الطفولة السعيدة، ده أحد الأنفاق الجديدة اللي هيتم إنشائها، وهنا هيبقى مطلع كوبري محمد نجيب. يبقى احنا كده ده رد على سؤال مهم جدا جدا حضراتكم سألتوه كتير. مطلع الكوبري هيبقى فين؟ ادي مطلع الكوبري بدأ يبان قدامنا بعد نفق الطفولة السعيدة مباشرة زي ما حضراتكم شفتوا. أكيد بقى المطلع هيبقى قبل النفق بشوية كده. بدأت تبان معانا الأعمال أهو، وآدي الجناب الخاصة بالكوبري زي ما احنا شايفين. بيتم طبعا وضع الشدة الخشبية بنفس الشكل ده. كده هيبقى مطلع الكوبري، لأن الكوبري اتجاه واحد فقط لا غير. ولما تابعنا أعمال الكوبري أو صورنا لحضراتكم النهاردة، بدأت ألاحظ ان الكوبري الهدف منه بالفعل انهاء الازمه اللي بتحصل عند اشاره سيدي بشر. ده هيحصل عن طريق ايه؟ ادي المعدات واعمال الحفر بدات. الكوبري مش هيبقى طويل قوي، لا الكوبري هيبقى من قبل محمد نجيب لحد بعد محمد نجيب. بالفعل طوله حوالي 700 وحاجه متر. فالكوبري مش هيبقى بالطول اللي حضراتكم بقى متخيلينه، مش هيبقى طويل قوي. لا الكوبري هياخد معانا من بعد او من قدام نفق الطفولة السعيدة، من عند مدرسة الطفولة السعيدة. هيكمل معانا هينزل فين؟ هنشوف دلوقتي مع بعض إن شاء الله نهاية الكوبري هتكون فين. طيب الهدف من الكوبري ده إيه؟ هقول لحضرتك حل المشكلة المرورية اللي بتحصل عند إشارة سيدي بشر. المكان بقى اللي على ايدينا الشمال دلوقتي ده، بعد كده ان شاء الله العربيات هتطلع من شارع محمد نجيب، هتنزل من تحت الكوبري من المكان ده بالتحديد، هتدخل على الكورنيش الجديد، الكورنيش اللي قدام حضراتكم هناك اهو. فان شاء الله في الايام القادمه هنبدا نشوف ايه؟ هنبدا نشوف عكس اتجاهات لشارع محمد نجيب والشوارع المجاوره. يعني شارع العسوي وانت رايح على سيدي بشر بتمشي من محمد نجيب اتجاه سيدي بشر، بعد كده هيتم عكس اتجاهه. هنا بقى اهو لو تابعت معانا ادي ظهور القواعد الخاصة بقى بمنزل الكوبري زي ما حضراتكم شايفين، الاعمال والشدات الخشبية، وكمان بيتم صب الخرسانات العادية اللي بتبقى موجودة في الارض تحت. هنا بقى اهو من الواضح ان منزل الكوبري او مخرج الكوبري هيبقى هنا زي ما حضرتك شايف اهو. التصوير ده النهارده حاولت بقى ما اخروش عليكم، كنت ممكن اجل الفيديو لبكره، ولكن قلت بقى لازم ننزل التصوير عشان نبقى متابعين الأحداث سريعة جدا جدا. لأن مشروع التوسعة بالذات لو أخرت الفيديو يوم تاني يوم بتلاقي أحداث جديدة. فعشان كده بقى قررت وقلت لازم أنزل الفيديو لحضراتكم النهاردة على طول. زي ما احنا شايفين المنطقة اللي قبل بقى سيدي بشر على طول دي من أكتر المناطق اللي فيها مشاكل. ايه سبب مشكلة المنطقة دي؟ هقول لحضرتك. المنطقة دي موجود فيها إشارة سيدي بشر، وإشارة سيدي بشر من أكتر الحاجات اللي ما كانش ليها حل في الأيام اللي فاتت، لحد بقى ما تم الإعلان عن إنشاء كوبري شارع محمد نجيب. والهدف من الكوبري ده الانتهاء من الأزمة اللي بتحصل بجوار حديقة سيدي بشر، وبالتحديد أزمة إشارة سيدي بشر. كل اللي جاي من شارع جمال عبد الناصر وسيدي بشر وعايز يطلع على الكورنيش ملوش طريق غير الإشارة. طيب بعد كده هيمشي إزاي؟ هقول لحضرتك. بعد كده إن شاء الله هياخد بقى اتجاه العسوي وصولا لشارع محمد نجيب، ثم من تحت الكوبري يطلع على طول مباشرة للكورنيش للطريق الجديد اللي احنا بنشوفه. ومازال مشروع كمان حماية الشواطئ شغال قدامك في البحر اهو. وده من اهم المشروعات اللي بيتم تنفيذها واللي بيقوم بتنفيذه شركة المقاولين العرب.
وشركة المقاولين العرب من أقدم وأكبر شركات الإنشاءات اللي موجودة عندنا هنا في مصر. وبالتالي الشركة دي بتاخد مشروعات كتير جدا جدا. ولو حضرتك بقى لاحظت معانا في الأيام اللي فاتت طول الأسبوع اللي فات كل شوية يتم الإعلان عن مشروع أو طريق جديد هيقوم بتنفيذه شركة المقاولين العرب، سواء بقى داخل مصر أو خارج مصر. وده طبعا بيدل على إيه؟ بيدل على كفاءة الشركة دي، شركة مخالفة أو شركة غير الشركة اللي بتقوم طبعا بتنفيذ التوسعة، شركة الغرابلي. زي ما احنا بنشوف كده مع بعض دلوقتي اللي قدامنا بقى هناك على طول دي إشارة سيدي بشر. ودي أكتر الحاجات طبعا اللي لازم كنا نحلها في الأيام اللي فاتت. الإشارة دي على طول زحمة، ده الطريق الجديد بعد ما تم افتتاح أعمال التوسعة. فزي ما بقول لحضراتكم لما خططنا بقى وكنا عايزين نعمل كورنيش جديد، ادي الإشارة قفلت. كل اللي نازل من سيدي بشر وعبد الناصر كله بقى لازم ينزل من الشارع ده، الشارع المجاور للحديقة. والحديقة النهارده اتفاجئت انها شغاله وبتستقبل الناس كمان، ولقيت اعداد كبيره جدا جدا من الناس موجودين داخل حديقه سيدي بشر. ادي الهدف من انشاء الكوبري، حل الازمه اللي احنا موجودين قدامها او الشكل اللي احنا موجودين قدامه. ما ينفعش طريق كورنيش مهم جدا جدا بحجم كورنيش اسكندريه ان يكون فيه اشاره بنفس الشكل ده. بعض طبعا الناس اقترحوا وقالوا احنا كنا ممكن نعمل نفق شبيه جدا جدا للنفق الجديد اللي اتعمل عند شارع 45. وانا واحد من الناس كنت اتمنى طبعا ما يكونش فيه اي كباري موجودة على الكورنيش، وبالتالي الكباري دي في الايام القادمة كتير بقى شفت تعليقات حضراتكم الرؤية هتبدأ تتمنع عن الناس اللي ساكنين مباشرة قدام الكورنيش وهيبقى قدامهم كوبري. فناس كتير بقى اقترحت موضوع ان يكون عندنا نفق. كنت اتمنى بقى نشوف نفق هنا ونشوف نفق تاني عند شارع محمد نجيب، ويبقى كل الشوارع الرئيسية أو كل الشوارع المشابهة لشارع 45 موجود فيها نفق بنفس الشكل. كان طبعا هيبقى حاجة في منتهى الجمال ونفس التصميم. ممشى بقى هنا وممشى في 45، ممشى في شارع محمد نجيب، كانت هتبقى حاجة في منتهى الجمال. ولكن أكيد اللي صمم، اكيد اللي بيبني، اكيد عنده حسبة لكل حاجة في اعمال الانشاءات اللي بيتم تنفيذها. دي منطقة شواطئ سيدي بشر، واللي طبعا في الايام القادمة هتبدأ تدخل معانا شواطئ ادوارد. المعدات بدأت تنزل اهو جوه البحر. فالايام القادمة هنبدأ نشوف انجاز بقى للمنطقة اللي موجودة قدامنا دي، ان شاء الله يتم الانتهاء منها في اسرع وقت. اتمنى ما اكونش طولت عليكم بكده، بقى تكون الرؤية وضحت قدام حضراتكم. كل حاجة في الأعمال بقت باينة، بقينا عارفين منزل ومدخل الكوبري فين. فإن شاء الله القادم يكون أفضل. دمتم في حفظ الله. ما تنساش تدعمنا بالاشتراك لو أول مرة بتشوفنا.